انت بتصيعي فاطمه ولا ايه؟ رافعه ايدك وما بتقريش؟ بصراحه انا مش راضيه عن الجوازه دي ابدا. انا ابني يستاهل واحده انضف من دي بكتير. ابنك؟ طب انا عايزك تلقي نظره كده على ابنك. وجه الحقيقه يا فاطمه، انت مش مخلفه احمد عز ها؟ انا مدركه الواقع بس بقول لك يا فاطمه، مشي الجوازه عشان ما يجيش واحد رخم زيي يعقرب لك جوازتك. ألف مبروك، ربنا يوفق بخير إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. منورة ست الحاجة، منورة ست مبيرة، ربنا يتمم بخير إن شاء الله. الله ما يتممش. شوف أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة من الآخر. إحنا اللي قدرنا نقدره، واللي قدرنا نقدره، واللي عرفنا يغور من ضهره. بس يا عم هيثم انت جاي تبوظ الجواز ولا ايه يا عم هيثم؟ عم هيثم يعني يقصد ان نسبكوا شرف لينا يا ام بيرة. ما تقول حاجه يا دكتور. ما تمسكش طراطيف الموضوع، خش في الموضوع على طول، والحق ما بيزعلش حد. اتفضل. عمر الحق ما الحق هيزعل ليه؟ احنا برضه يعني ايه هنعدل. انتوا هتشتروا السجاد وتشتروا الستاير، واخده بال حضرتك، وتشتروا الصيني وتشتروا النابوليا وتشتروا المطبخ والحمام. وانتوا هتشتروا ايه؟ هنشتري راجل. شكلنا لبسنا في عيله واطيه. عيله ما تقلقش من ايه جوازتك يا جماعه؟ الموضوع ابسط من كده بكتير. احنا هناخد فاتن هتعيش عندنا في البيت، هتعيش في اوضه ابنودي، هتبقى شغاله ماشي، وهناخدها بشنطه هدومها. عين العقل يا دكتور، واحنا ناس برضك نفهم في الاصول. بكره الصبح يا بت يا فاتن تنزلي معايا نشتري شنطه تاخدي فيها هدومك، ماشي ولا يا دكتور؟ عندي انا بقى الشنطه دي. وليه مكلف خاطرك كده وجاي على نفسك؟ دي مصاريف يا ابني. انزل هات كيسين زباله سود من عندنا من العربيه. لبس بنتك يكفي كيس ولا كيسين؟ خد بقى الكارع ده مني وادعي لاخوك تيسير. شكرا. ايه والنبي ما انت كاسفني. كوارع makes you strong for the match and makes you strong يعني I will tell you alone. بعد ما نخلص اكل هاخدك اوريك كايرو. Oh my god. It's very hot today. I know it's very hot. I know it's very but انا بعتذر لحضرتك جدا لان عربيه الوزاره ما فيهاش تكييف. انا اسف يا فندم معلش. اوكي. حبيت حضرتك جدا والله. اوكي. هنخش بقى شمال احنا منه. اوكي.
نصف ساعة من الآن ونلتقي مع الحدث الرياضي الكبير، مباراة التحدي العظيمة بين بطلنا العظيم الرجل العنابي وبطل أمريكا الشهير سبايدر مان. ومعلش أنا قلت بطلنا الأول له تحيز ولا تعصب، والله أنا قلت اسم بطلنا الأول لأن هو بيلعب على أرضه ووسط جمهوره اللي بيحبه اللي بيدعي له. ربنا يكرمك ان شاء الله يا عنابي. احنا ما يهمناش المكسب والخساره، لا احنا يهمنا ان المباراه تطلع نظيفه ومثاليه، يهمنا ان الدنيا كلها تعرف ان مصر قادره على استضافه مثل هذه الاحداث الكبيره. وانا يشرفني ان يكون معي في الاستوديو اليوم ضيف عزيز جدا على قلبي، الدكتور بيرم المتحدث الرسمي باسم الرجل العنابي. مساء الانوار يا بيرم. مساء الانوار يا صريح بيه، ويوم رياضي جميل ان شاء الله علينا وعلى الامه العربيه كلها. يا ريت يا بيرو بقى تشرح للساده المشاهدين وتشرح لنا كمان، انت شايف المباراه دي ازاي؟ يمكن انا عكس ناس كتير متوقعه النهارده ان العنابي هيبقى فريسه سهله للعنكبوت. انا شايف لا، انا شايف هيبقى في تكافؤ بين الطرفين، شايف ان العنابي هيبقى اكتر من ند النهارده، وعندي وجهه نظر في اللي بقوله ده. وجهه نظر يا ريت نعرفها. يعني لو رجعنا مع بعض اخر كام مواجهه للرجل العنكبوت، بدل الناس وكانه اسطوره او شخص لا يقهر، وده اللي صوره الاعلام المزيف للناس. ده اللي الاعلام المزيف صوره عندنا. هروح. لا خلاص، لا خلاص، لا صح، هتقعد تقاطعني بقى ومش هعرف اتكلم. لا والله ما هعملها تاني، خلاص انا بوعدك والله ما هعملها تاني، والله انا بحلف لك بالله، والله ما هعمل كده بالصعود. احنا على الهوا يا بيرو، معلش يا حبيبي انفعلت، بس الاعلام المزيف كانت حلوه يعني. خلاص والله نعيش بقى اجواء المباراه. الدكتور بيرم يا ريت تطمني وتطمن الساده المشاهدين على حاله ابننا. يعني لو بصينا على طريقه اداء الرجل العنكبوت هنلاقيه بيعتمد على الاستلام والتسليم من الحركه، يعرف ازاي يسلم ويجري، عشان كده تلاقيه مميز جدا في الهجمه المرتده، يعرف ازاي يرمي الشبكه وامتى يلقفها تاني. الله عليك، الله عليك، يرمي الشبكه ويلقفها تاني. صح، صحيح، ادي العيش لخبازه ولو كان ربعه، كلام مظبوط. انا بصراحه